يعطيكم العافية أحبائي. أنا اشتقت لكم كثير، بتمنى لكم تكونوا بألف صحة والحمد لله. حبيت أطلع عليكم أشياء بدي دردش فيها معكم على السريع. أول شيء إن شاء الله شهر رمضان كريم جاي صار على الأبواب، وهيدا هلا بنرجع بنحكي فيه. بس بدي أحكي في عتب عقد المحبة. أنا بحبكم، مشان هيك شوية عتب لألكم. أقل صورة بتنزل على الفيسبوك على صفحة المينا أحلى بيشوفها 1000 شخص. 1000 شخص بيشوف أقل شيء. أنا ما عم نحكي ب 3000 ولا 4000 شخص بيشوف الصورة، بس عنده أقل شيء 900 أو 1000 شخص بلاقي عليها 70 لايك 80 لايك، بأحسن حالاتها 300 لايك إذا عملوا لها شير. هذا عتبي عليكم أول شغلة، وبتمنى تلايكوا شوي لانه اللايك له معاني كثيره. اللايك يعني بينتشر عند اصحابك، الناس بتشوف الصوره بتشوف الصفحه، فهيك الصفحه ككل بتوصل لاماكن ابعد واكثر. بالنسبه لهذا اللي عم يصير معي انا ورا الكواليس، صدقوني يا جماعه في ناس كثير من المدينه بدل ما تيجي تحط ايدها معي حاربتني، وكل شيء حاولت وحطت كل طاقاتها لانه تقدر تطعج الصفحه، صفحه المينا احلى. واجتمعوا كثير، مش شخص او اثنين او ثلاثه، اجتمعوا اشخاص كثيره لحتى يقدروا يسكتوا هذا الصوت او يطعجوه او يعملوا اي شيء، ولكن باقوا بالفشل وطلعوا هن خسرانين. وانا بتاسف على هيك ناس وعلى هيك نفسيات. انا اول مره بتطرق وبحكي بهيك حديث، بس ولكن انا عم بحكي هذا الحديث من زعلي وعتبي على بدل ما الناس تيجي تاخذ يدها بيدي. وانا اول ما قلت بدي اشتغل للمدينه، انا فاتح صدري وقلبي لكم، اللي بدكم اياه من اي مساعدات انا حاضر، وانا بخدم المدينه كلها بدون اي موضوع. بكل الاحوال هيدي الناس اللي عم تشتغل هالموضوع هيدي ضدي، هي اصلا عم تشتغل لمصلحتها الخاصه، وبكره الايام بتفرجيكم. وانا ما حاحكي بالاسماء، هيدي الاسماء لعب اولاد، ولعب الاولاد انا تركتهم لما كان عمري 10 سنين او 8 سنين. كل انسان بده يجي يدعي انه هو بيحب المدينه وهو بيشتغل للمدينه. اذا بتجي بتكشف الحقيقه وبتمشي وراه بتلاقيه بده يشتغل لمصلحته وبده شيء من بعدها، او مخبى ورا شيء، او مخبى ورا اسم وعم يشتغل لمصلحته. انا هذا ما بعرفه. انا لا بدي انتخابات ولا فيني انتخب ولا فيني اترشح على الانتخابات، والكل بيعرف ليش. ما بدي احكي اكثر من هيك. انا عم بشتغل للمدينه فقط لا غير. بالنسبه للتبرعات، كل مره بيجوا بيطرحوا فكره وبيعملوا لها زخم وهمروجه وهذا، وانا عارف هالمواضيع كلياتها ما بتقدم ما بتاخر ولا تغني من جوع. انا اليوم احبائي لما بدي اجي اطرح موضوع بالنسبه لرمضان او غير رمضان ومساعده كم عائله درويشه من الفقراء بالمدينه، انا بدي اشتغله على مستوى يكون مرتب باذن الله تعالى، وانا متكل على رب العالمين وعليكم احبائي. اللي عملته او اللي بدي اعمله من بعد كم يوم ان شاء الله عم نحضره. اتفقت انا وجمعيه جمعيه خيريه من مدينه المينا، والمسائل تبعينا اكيد كمان من مدينه المينا. راح يتم تنسيق بيني وبينهم، وحطينا رقم حساب وجهزنا رقم حساب بالبنك كرمال كل حدا بده يتبرع من كافه دول العالم بيقدر يبعث مصاري على هذا الحساب. وراح يكون في جداول كشف كل اخر شهر او حسب العمل تبع الجمعيه، يعني راح يكون في جداول اعمال بالمدخول والمصروف ووين روحوا ووين اجوا. هذا كلياته ان شاء الله تباعا بنفرجيكم اياه اذا الله وفقنا وانتم كان في عندكم عزيمه واراده انكم تدعموا الناس عبواب شهر رمضان. وانا اتمنى انه نعمل مساعدات للعيال الضعيفه الفقيره يلي ما معها يلي حالتها بالويل يعني. وهيدي الناس للاسف صارت كثير اليوم بالمدينه. انا ما بدي اخبي عليكم يا جماعه، المدينه وضعها كثير صعب، كثير صعب، مش بس المدينه، البلد كلياته، والله يكون بعون الفقير. انا بدي ارجع على الموقع الاول. انا اليوم بزعل وبتضايق لما بيجي بلاقي واحد انا بيجي بدقف لي بيقول لي برافو عليك، ثاني يوم بلاقيه عم يحاربني من ظهري، ثاني يوم بلاقيه واقف
مع شخص عم يجي بده ياخد تعبي هيك على الفاضي، عم بيجي يتسلى على ظهري وهو عارف قلبيا انه هذا عم يركب على ظهر حدا تاني وعلى تعب حدا تاني، بيقف بيقول له برافو عليك. انا اصلا بدي اقول لهم شغله لهولي يلي عم يعملوا هالاعمال وهن بيعرفوا حالهم، انتو لا انحط بالمينا ما بتقدروا تغيروه وبس. احبائي بتمنى من الكل يتساعد ونكون ايد وحده كرمال نقدم نتيجه لاهلنا بمدينه المينا عبواب رمضان، ورمضان كريم ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. والسلام عليكم. طفي يا بنتي.